السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفادت مصادر من الاتحاد العام للعملاء الجزائريين أن القيادة تنظيم برنامج مؤتمر أن تجديد الهيكل ل3 اتحادات ولاية في فترة ما بين 11 و 17 ديسمبر لكل من ولايات مستغنة وتيارة المعسكرة، بعد أن ظلت غير مجددا منذ حقيبة الأمن العام السابق عبد المجيد تبوني، وإضافة إلى تجميد الهيكل فيدرالية العمل قطاع التكوين والتعليم المهني خلال الفترة ذاته. ولفتت ذاته المصادر إلا أن المراكز النقابية ستتجمع بكافة الهيكل إلى لقاء بولاية المعسكر يوم 18 ديسمبر المقبل، يضم قيادة تنظيم الأمن العام والأعضاء الأمانة الوطنية إضافة إلى اتحادات الولايات ل 48 للوطن والفيدرالية عددها 19 فيدرالي. وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة الرؤية وتصوير المراكز النقابية لإصلاح نظام التقاعد التي تعتبر مجحفا بحق العمل. ولم يرى عدد من العملاء على الغرر عدم منح العمل المحلي على التقاعد أي امتيازات لإلغاء سنوي النشاط التي يكمل به تمام 12 سنة، وبالنظام لكون تقييم التقاعد يتم فقط على فترة عمل ب 32 سنة وتقبيلا نسبة 80%.